أصلا الحاج ياسر ما كانش معاه فلوس عشان حد يسرقه، لأن ميعاد استلام الفلوس كان لسه فاضل عليها أيام، وإنه عرف المعلومة دي بالصدفة لما راح يطلب المفتاح عشان ياخد حاجة من العربية. وقتها لقى سرك اليوميات والحسابات الخاص بالعمال وسلمه لمراته، ولما سأله فاطمة أكدت على كلامه. لما الجريمه تتكشف في يومين، واحد جاي بيسال عليه، فبتقول له راحت هتفل المفتاح بتاع العربيه، بتقول له دور العربيه عشان البطاريه، هو واقفه له في البلكونه. بيقول لها ده السلك بتاع الشغل بتاعه موجود. قالت له طب هاتولي السلك ده، في مبلغ وقدره بتاع الشغل بتاعه. الشرطة هنا رجعت لتفصيلة مهمة، هو ازاي العربية واقفة وياسر اختفى؟ فأكيد اختفائه ده حصل وقت نزوله من البيت وفي محيط المنطقة. الشرطة حاولت تسأل مراته هل كان في عداوة بين ياسر وبين حد في البلد أو في الشغل؟ قالت إنها ما تعرفش أي حاجة عن تفاصيل شغله، بس ياسر ما فيش مشاكل بينه وبين حد لأنه شخص متسامح وبيكبر دماغه، وما تظنش إن في البلد في مشاكل لأنهم سايبينها من سنين. وحاولوا تركزوا في التفاصيل لأن ده نفس الكلام اللي قالوه الجيران، وكل حد يعرف ياسر أو اتعامل معاه شخص متسامح ومش بتاع مشاكل ولا ليه عداوات وبيكبر دماغه. وهنا في تفصيلة مهمة هنرجع لها في الآخر. بدأت الشرطة بتفريغ كاميرات المراقبة اللي وضحت إن ياسر نزل من البيت يوم 1 يناير، وليلة رأس السنة ياسر ومراته وابنهم حسن خرجوا يسهروا ورجعوا متأخر. يوم رأس السنة وخرجوا وجم وتمام التمام. راجعين والنهار طالع. بس بعد رجوع ياسر بحوالي ساعة اتشاف شخص دخل نفس العمارة وما خرجش منها غير بعد 5 أيام. وهنا الشرطة وقفت قدام أهم سؤالين: مين الشخص ده؟ وياسر فين؟ الشرطة بدأت تشك في مراته لأن الجيران والعمال أكدوا إن ياسر عشان يروح الشغل لازم يركب عربيته عشان يودي بيها العمال، وبكده يبقى الزوجة بتكذب. بس تفريغ كاميرات المراقبة بيأكد صحة كلامها، وفعلا شافوهم وهم خارجين ليلة رأس السنة وشافوهم وقت رجوعهم. وياسر نزل الشغل الصبح بدري يوم الأربع 1 يناير، وكل حاجة لحد دلوقتي تبان طبيعية، وفاطمة مش بتكذب. بس ما قالتش إن ياسر رجع بعد نزوله بساعتين، وتفسيرها للموضوع ده إن ياسر كان سهران معاهم ليلة رأس السنة، فقرر إنه ما ينامش ويطبق لحد ما ينزل يودي العمال لموقع الشغل ويرجع يرتاح. ومن ساعتها وهو مختفي وملوش أثر. وفي يوم 3 يناير وصل بلاغين مختلفين للشرطة، الأول من ساكن في العمارة بيشتكي من ريحة سيئة، والبلاغ ده طبعا ما حدش اهتم بيه لأن الريحة دي اختفت بعدها على طول. والبلاغ التاني عن وجود قطع بشرية الكلاب بتاكلها في أكتر من مقلب نفايات في محيط سكن ياسر. الشرطة هنا بتربط الأحداث ببعضها وشكها زاد في فاطمة، فراحوا البيت وأول ما دخلوا فتشوا البيت لقوا نضيف، بس نضيف زيادة عن اللزوم وما فيهوش أي مشاكل، وريحة المعطر مالية المكان، لغاية ما الضابط لاحظ نقطة حمراء موجودة على السجادة. وطبعا من هنا الشك اتحول ليقين، والشرطة بتواجه الزوجة وتتهمها بإنها ورا اختفاء ياسر. وفاطمة فضلت متمسكة بقصتها، بس ما كانش عندها تفسير لنقطتين: وجود العربية وبقعة السجادة. ومن اللحظة دي استعدوا لأن الزوجة هتعترف بالحقيقة الكاملة اللي بدايتها كانت قبل رأس السنة. بس قبل ما تعترف قالت أغرب حاجة، وقالت ما كنتش لوحدي.